عليكم. اليوم راح اسوي قطع دجاج مقلية. هنا عندي صدر دجاج قطعته على هذا الشكل، طبعا سلقته بمي وملح لحد ما يستوي عندي صار جاهز. هذا شكله قطعته شرائح، والشرائح حسب رغبتكم. زيت عندي هنا بيض خلطته بيضتين، طبعا هنا عندي هذا العدد بيضتين خلطت وخليت وياه خل ابيض على مود الريحة مالت البيض ما تبين عندكم. عندي هنا بهارات دجاج ملعقة صغيرة تقريبا، ثوم بودر ملعقة صغيرة، ملح ملعقة صغيرة. عندي هنا الكورن فليكس او السيريال هذا طحنته هذا شكله. عندي هنا الكورن فليكس حلو، راح اضيف هاي المقادير وياه على مود ينطي طعم طيب. هسه هنا بين ما اخلطه اخلي الزيت بالطاوة، بين ما اكمل هاي المقادير يصير الزيت حار. هذا مقدار الزيت. طبعا هذا الكورن فليكس استعملته اليوم هذا شكله، يجي هنا صاير للدجاج مثل ما تشوفون شكله. هنا صار عندي جاهز مثل ما تشوفون شكله. طبعا هنا لا خشن ولا ناعم، من طحنته بالمطحنة على هذا الشكل سووه، وصار بريحة طيبة مال البهارات. هاي قطعة الدجاج راح اقطسها هنا بالبيض. قطعة الدجاج قطستها بالبيض. هنا خليت خل ابيض، طبعا ماكو بعد ريحة مال البيض اذا ما يعجبكم ريحة البيض، وراح اقطسها بهذا طبعا هواي من البنات يقولون اطفالنا ما ياكلون، من يسوون هاي الطريقة ومستوي هو الدجاج، وخلوا بنكهة. دائما الطفل يميز طعم النكهة يحبها، اذا بيها نكهة يحب ياكل، واذا ما بيها طعم الاكل طبعا ما ياكل، ما يعجبه ياكل ابد. فانتوا دائما خلوا نكهات بالاكل، يعني مثل شوية ملح، شوية ليمون بالشوربة، شوية بهارات على مود يصير طعمها طيبة وياكل. يعني هذا الأربع سنين أو 3 سنين عمره يعجبه ياكل. ليش دائما الطفل يرغب للشيبس؟ لأن الشيبس بيه ملوحة وألوان يحب ياكل. شوف هسه راح أقليها. هاي القطعة بعد راح أقطسها هنا، وإذا يعجبكم بعد كمية أكثر فتقدرون. أنا هاي الكمية قليلة سويت. وحتى إذا ما موجود عندكم مثل هذا الكورن فليكس تقدرون توست المطحون تطحنوها، تخلوا له شوية ثوم، شوية ملح، شوية بهارات، يعني النكهة تصير أطيب والطفل يعجبه ياكل. دائما شوية تغيير. راح اخليه هنا بالزيت واخليه على نار ناصية على مود تكسب، مو عالية ما يحترق. قطع الدجاج صار جاهزات عندي مثل ما تشوفون شكلها. راح اشيلها، هذا شكلها صار. واذا يعجبكم تشوونها هم يصير شوي مو الا قلي. راح خليته بصحن التقديم مثل ما تشوفون شكله. طبعا هنا نموذجين سويت. هنا الدجاج قطعته وخليت وياه توست، واذا ما يعجبكم البيض تخلون البيض تقطصونه، تقدرون حليب تقطصونه مو الا البيض، بس صدقوا ما بيه ريحة البيض لان خليت وياه خل ابيض وصار عندي هذا الشكل. وهنا النموذج الثاني مثل ما تشوفون وياه تمن وقطعة الدجاج والروبة، وهنا زلاطة اي نوع. هذا المايونيز خاص مال زلاطة، وعلى هذا الشكل تتقدم. والف عافية.